لو فاكر ان شغل الداتا انجينير هو بس انه ينقل بيانات من مكان لمكان، فانت فاكر ان دور الداتا انجينير غلط. في الفيديو ده تعال اقول لك بيعمل ايه بالظبط والمفروض متوقع ايه منه بالظبط. الداتا انجينير او مهندس البيانات لازم يفهم الداتا سورسز او مصادر البيانات اللي بتيجي منه البيانات بتاعته اللي بيقدر يغذيها للريبورتس. يعني مثلا الداتا جايه منين بالظبط، زي جايه من سيستم مختلف، جايه من اي بي ايز، جايه من تطبيق، او حتى جايه من داتابيز او قواعد بيانات. لازم يفهم هي جايه منين ويبدا يستوعب، يقدر يتعامل مع هذه المصادر بالشكل المتوافق معها. بعد كده لازم الداتا انجينير يفهم ازاي يخزن الداتا اللي بيجيبها من المصادر المختلفه جوه الداتا سورسز بتاعته. وطبعا لا غنى عن مرحله الداتا بروسيسنج وازاي يقدر يعمل لها كلينزنج او تنظيف، ويبدا ان هو يحطها تاني في الداتا ستورج او تخزين البيانات بتاعته. كمان الداتا انجينير لازم يفهم هل الداتا اللي جايه من المصادر المختلفه دي هيتم استخدامها على تقارير ويديها للداتا اناليست، ولا هيتم استخدامها على تطبيقات زي الاي اي والماشين ليرنينج. ولازم يفهم المصدر ده التطبيق بتاعها ايه، ولا البيانات ديت يا ترى ممكن تكون جايه او رايحه لريبورتات ادهوك لفريق البيزنس علشان يطلع بيانات او يطلع فاليوز معينه. لكن التحدي الحقيقي في الداتا انجينيرنج او هندسه البيانات مش في الادوات بس او التولز. التحدي الحقيقي للداتا انجينير لما يجي يعمل داتا انجينيرنج للداتا هو في التوازن او بما يسمى البالانس. اول حاجه الاكتيفيتيز بتاعته لازم يعمل حساب التكلفه. تاني حاجه الاجيليتي او سرعه التغيير. لو البيزنس طلب من الداتا انجينير عايز يغير حاجه، هل الورك فلو او النظام اللي بنيه ده قابل للتغيير بسرعه ولا لا؟ تالت حاجه الداتا انجينير لازم يبقى فاهم كويس ان الورك فلو والنظام والاركتكتشر اللي عامله لازم يبقى قابل للتوسع، ونقدر نعمل له سكيلينج اب علشان نقدر نستخدمه لما الشركه تكبر والبيانات بتاعه الشركه بتكبر. رابع حاجه وحاجه كويسه ومهمه جدا وهي السمبلستي او البساطه الشديده. لازم الاركتكتشر بتاع الداتا انجينيرنج يبقى بسيط للفهم. كمان هل هقدر استعمل الاركتكتشر والورك فلو ده في مشاريع تانية ولا لا؟ البساطه بتاعه الكود والاركتكتشر مهمه جدا في الجزء ده، وده اللي هو رقم 5 اللي اسمه ريوزابيلتي او اعاده الاستخدام. سادس حاجه وده مهم جدا وهو التكامل بين الانظمه المختلفه. يعني انا مثلا هعمل اوركستريشن بالاير فلو، هعمل داتا انجينيرنج بالبايثون، هعمل داشبورد بالباور بي اي. هل الانظمه المختلفه دي متكامله مع بعض ولا الانتجريشن بينهم صعب جدا؟ لازم الداتا انجينير يبقى عامل حسابه في حاجه زي كده. زمان كان الداتا انجينير بيحتاج يشتغل بفريم وركس وبادوات صعبه جدا زي الهادوب والهايف والسبارك، لكن دلوقتي مع وجود التكنولوجيا الجديده والادوات الجديده اللي تم طرحها في السوق خلى ان في مرونه كبيرة جدا بين الادوات وبعضها، وخلى الانجينير يبدا يركز على الاركتكتشر وانه يحسن ويوبتمايز الاركتكتشر والورك فلو بتاعه، او انه يساعده يبني نظام موحد. خلى برضو الداتا انجينير يختار التول والادوات الصح. خلى الداتا انجينير برضو يبدا يبني الداتا بايبلاينز والورك فلوز الاساسيه ويهندسها بشكل منظم جدا ويكون موثوق وكمان قابل للتوسع. الداتا انجينير مش مجرد تولز ولا ادوات. الداتا انجينيرنج هي انك تبني سيستمز وانظمه متكامله تقدر انها تخدم البيزنس بتاعك جوه الشركه بتكلفه مناسبه وبجوده عاليه وفي اقل وقت ممكن. لو عجبك الفيديو تابعني واشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.